هنزل بيه بقى، بصوا. اوبا. انزل تاني. اوبا. والسلام عليكم يا رجاله، عاملين ايه الاخبار؟ وحشتوني جدا والله. ما خلاص يا عم نخش في الموضوع على طول. تمام، هنخش في الموضوع على طول، بس طبعا ما تنساش تعمل لايك وفولو لان الحاجات دي بتشجعني جدا، فما تنساش تعمل لايك وفولو. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. طيب تعالى قبل ما اقول لك الطريقه اقول لك على حاجات بتاثر على ظباط البنج او الحاجات اللي بتاثر عليه. يعني اول حاجه، لو انت لابس سماعه بلوتوث اقلعها، ايربودز من الاخر يعني، لان اللي انت ما تعرفوش سماعه البلوتوث بتاثر جامد على النت، والبنج طبعا بيتاثر بسرعه النت، فبالتالي شيل سماعه البلوتوث خالص وانت بتلعب. تاني حاجه، لو انت مشغل اي تطبيق في الخلفيه بياخد من النت فاقفله، يعني مثلا ماسنجر، واتساب، ديسكورد، اي حاجه، لان التطبيقات اللي في الخلفيه اللي بتاخد نت بتاثر على سرعه النت اللي موجوده على التليفون بتاعك، فبلاش تشغل ديسكورد او اي حاجه بتاخد نت الا والنت عندك قوي. فبس هي دي العوامل المؤثره. فتعالى اقول لك بقى على طريقه حل المشكله. اول حاجه تنزل تحمل البرنامج اللي انا بقول لك في الوصف او في اول تعليق، وبعد كده تدوس قبول وتديله السماحات في كل حاجه، وبعد كده استخدام في ان. وبعد كده اول ما تخش عليه هيظهر لك الواجهه ديت ويقول لك غير متصل، هتدوس على البتاع ديت وبعد كده هيقول لك متصل، وبس كده انت فعلت الفي. وبعد كده تقفل البرنامج دوت، وبعد كده تخش على التطبيق اللي انا سايبه لك برده تحت في الوصف او في اول تعليق. اول ما تحمل البرنامج وتخش عليه هيجي لك الواجهه ديت، وبعد كده تديله السماحات كلها زي البرنامج الاولاني بالظبط. بعد كده تدوس هنا اكس على الاشتراك الشهري، وبعد كده هتفعله زي ما انت شايف كده وتدوس موافق. وبس كده انت البرنامج كده معاك اشتغل. هتخش على بابجي وصدقني البنج هيتحول 180 درجه. والناس اللي بتسال الطريقه دي بتجيب بند او ممكن ان هي تجيب بند، فانا اقول لك لا خالص، لانها لو كانت بتجيب بند انا ما كنتش جربتها. وثانيا هي البتاع دي بتسرع النت بس مش بتسرع حاجه في بابجي، يعني هي بتسرع النت فالبنج بيتعدل، فاهمني؟ وبس كده ما تنساش تعمل لايك وفولو، ويلا بيس.